تقولوش ان انت مش انا. امال مين؟ انت مال اهلك؟ ما علينا. قبل ما احط يدي في اي حاجه انا يوميتي 300 جنيه، ولو العفريت فيهضني هاخد 450 جنيه، وانا الدين محاسبك على الخامات بس، ومش هنختلف في المصنعيه. وبرد يا خالد. وما تنسوش طياب وهديس. بسم الله ما شاء الله، ونقاش كمان. وبمناسبه النقاش يا كبير، اللي عامل لك البيت ده نقاش شغله مش نظيف. انا بعد ما اخلص موضوع العفريت ده هاخد لك البيت وشين على نظافه كده. اهدى يا كبير، اهدى. اهدى بس اهدى. بص يا اسطى الشيخ عماد، يعني شوف لنا موضوع العفريت ده الاول، وبعدين نبقى نشوف موضوع النقاشه والحاجات دي. ومين هيحاسبني؟ استطلت وينجز لمعتك تتحاسب. اكتم يا خالد، انا خير الوش ده زين. اطلع يا عفريت، اطلع يا عفريت. بس كده. ايوه، ما هو لازم يسد معايا الليل الاول. اسخن يا خالد اسخن. اطلع يا عفريت، اطلع يا عفريت، بدل ما ادفعك بالقلم اطلعك بالعافيه. واحد الله يا خالد وشبيه. استنى انت ما تعرفش الاشكال دي. اطلع بدل ما احرجك. هتبوظ الفورمه دي. ولا عفريت. اطلع يا عبيد هيحرجك، اطلع بسرعه. عاجبك زيتكم الرخيص ده؟ سيبني هجس، انا عارف الاشكال دي فين. عم الشيخ ما تتغباش، ما تتغباش. ده زعل عفش. زعل عفش على نفسه. شيخ عماد، خالو فين يا كبير؟ كان العفريت خطف العالم موازي. طب اروح له كيف؟ هو ده وقت غباوة. ايه الصوت ده؟ دي قديم خالو. حبيب خالو. عدد خالو. يا اللي هو ماله؟ خالو سلامتك يا خالو. ما قلت لك زعل عفش. زعل عفش على نفسه. خلاص يا خالو خلاص. هي دي اول مره تنضرب يعني من عفريت. هو متعود؟ يعني صدق بالله لا اله الا الله. انا لو في مطرح تاني كنت دغدغت العفش ده على دماغك، بس عفشك ما يتحملش. انا ممكن اخلص موضوع العفريت واشد لك العفش ده شده زين. هو ده وقت التنجيد يا مثل العماد. شوف انا عندي نصيحه لله، ركز الشغلانه واحده بس. تحب المثل يقول ايه؟ صاحب بالين كذاب، وصاحب ثلاثه منافق، فما بالك عاد بصاحب 20 يبقى ايه؟ معيش افسر عشان علينا حريق. يا اسطى الشيخ عماد، خلصنا من موضوع العفريت ده، ما تقصرش رقبتي. طيب، هو واضح على وشك ده زي ما انتم شايفين انه عفريت ما شافش 3 دقايق تايبينها، فانا هتعامل معاه الند بالند. استعنا على الشقة بالله. وادي هجرس، ايوه يا خالد. هات لي السيوف من الشنطرات. سلوك يا شيخ عماد. هتضربني ليه يا خالو؟ قلت لك هات النضاره قبل السيوف، انت عايز وشي يتشوه؟ واحنا خالتك. البيت ده ما فيهوش امل، بس في موسم عروض فيه اكس من النساجون الشرقيه. دلوقتي لغايه اخر ديسمبر استمتعي بموسم تصفيات نهايه العام.